أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين. نقدم لكم برنامج بصمات جامعية لطلبة كلية الإعلام الجامعة العراقية. السلام عليكم. احنا برنامج بصمات جامعية لكلية الإعلام الجامعة العراقية. أول شيء عرفنا بنفسك. حيدر يوسف حمدان، كلية العلوم الإسلامية، قسم الحديث، مرحلة ثالثة. راح نسألك يعني عن برامج التواصل الاجتماعي ومدى تأثرك بها. أول أكثر برنامج تستخدمه على التواصل الاجتماعي والإنترنت يعني. والله صراحة أكثر برنامج أستخدمه على التواصل الاجتماعي هو الفايبر، لأنه برنامج أشوفه حلو يعني وخدماته زينة وما بيفيد شيء إنه عائق أو يعني شيء غير صالح للمجتمع. احنا برنامج بصمات جامعية لطلبة كلية الإعلام الجامعة العراقية. أول شيء تعرفينا باسمك يعني. يا اسم. رافل محمد، علوم إسلامية، قسم مقارنة أديب. راح نسألك عن برامج التواصل الاجتماعي، يعني ما هو أكثر برنامج تستخدميه على التواصل الاجتماعي؟ يعني أكثر شيء فيسبوك. ما هو السبب؟ يعني ما أدري بس هو أكثر برنامج أستخدمه الفيسبوك، يعني ياخذ من وقتي، أستفاد منه إن شاء الله. نسألك ما هو أكثر برنامج تستخدمه على التواصل الاجتماعي؟ والله الفايبر والماسنجر. يعني ما هو السبب؟ التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء من خلال الدراسة. وكم ساعة تقضي وقتك يعني على التواصل الاجتماعي؟ حوالي ساعتين. يعني هذا ما تعتقد انه راح يأثر عليك بالمستقبل؟ واني من ناحية دراستك. من ناحية الدراسة أنا مخلي وقت للدراسة ومخلي وقت يعني من خلال راحتي بيه. وقت الدراسة شكل وهذا شكل. السلام عليكم. احنا برنامج بصمات جامعية لطلبة كلية الإعلام الجامعة العراقية. راح نسألك بعض الأسئلة عن التواصل الاجتماعي. أول شيء تعرفنا باسمك ومرحلتك. اسمه مجتبى صلاح حسن، قسم مقارنة أديان، كلية علوم إسلامية، قسم مقارنة أديان، مرحلة ثالثة. راح أسألك يعني أكثر برنامج تستخدمه على التواصل الاجتماعي شنو؟ أكثر برنامج طبعا أنا أستخدم الفيسبوك أكثر شيء. السبب أحس يعني ما تقدر توصل له بغير محافظة بغير كذا، هاي تقدر توصل له عن طريق رسائل، عن طريق اتصال فيديو، عن طريق اتصال كذا. فهو يعني بيه شغلات زينة وبيه شغلات كلش حلوة وبيه شغلات مفيدة بالمجتمع، بس اكو بعض العقول يعني مستخدمته بغير شيء، مثل يعني على مود بنات او على مود كذا على مود هاي، فعادي يعني اكو بيها زين واكو بيها مو زين. كل التواصل الاجتماعي هذا حتى بمجتمعنا مو الا بس بالتواصل اللي على الفيس او على غير التواصل. اسمي نور، مرحلة رابعة، قسم الفقه. أهلا وسهلا. راح نسألك عن التواصل الاجتماعي. ما هو أكثر برنامج تستخدميه على التواصل الاجتماعي؟ يعني حسب، هو الفيس على مود مثلا معرفة أخبار الأهل والهذي يعني اللي ما موجودين طبعا بالبلد، وبرنامج السكايب ممكن لأنه صوت وصورة التواصل ويا أخواني خارج العراق مثلا، وبس يعني الواتساب هيجي فايبر مثلا يعني نطمن على أخبار الصديقات، هاي مثلا مراجعة المحاضرات، المواد الامتحان، شيء مثلا بنية تقول للأخ يعني هذولا. اليوم راح نسألك عن برامج التواصل الاجتماعي. أكثر برنامج تستخدمه على التواصل الاجتماعي يعني ما هو السبب؟ أكثر برنامج استخدمه الفيسبوك، بسبب يعني التواصل ويا الأصدقاء والأقارب، وشوف بفايدة وشيء حلو الفيسبوك. ما هي الإيجابيات والسلبيات؟ السلبيات الأكثر في برامج التواصل الاجتماعي يعني أنت تعتقدها أنت؟ أول شيء نتكلم عن الإيجابيات. الإيجابيات أنت تتواصل ويا الأصدقاء والأقارب، وبسلبيات وبإيجابيات كلش حلوة، بس السلبيات مالته أكثر من إيجابيات. أنا بالنسبة لي رأيي هذا شوف هيك، لأن السلبيات أول شيء تأجيج الإعلامي والأكاذيب اللي ينشرونها على الفيس، ويعني في شغلات يعني ما تعجب وفي شغلات حلوة. يعني برامج التواصل الاجتماعي شيء حلو، بس اكو قسم من الشباب يسيون استخدامه وقسم قلل من التواصل مع الأهل. اي طبعا هواية زاد من التفكك الأسري، لأن سبب انعزال والشباب والبنات منعزلين وما حد يحس بالثاني ولا أحد يعرف عن مشاكل الثاني شيء، فكل من منعزل وهم يفكروها تواصل بس هو انعزال اجتماعي مو تواصل اجتماعي. يعني الأفضل التواصل مع ما هو فيسبوك. ما هو السبب فيسبوك عن بقية البرامج؟ التواصل الاجتماعي به قوي ومتطور، يعني نقدر نتواصل به باقي الأصدقاء
وبي شغله تونس بي يعني نضحك نسولف يعني هواي شغلات. يعني كم ساعة تقضي وقتك يعني على التواصل الاجتماعي؟ حسب فراغي. هل تعتقد انه راح يأثر عليك من ناحية الدراسة يعني لا بالنسبة لي ما يأثر علي من ناحية الدراسة، لأن أنا وقت فراغي أستخدمه فقط، ولا بالنسبة للدراسة يعني على صفحة. وسيلة إعلامية لأن نشر الأخبار والأحداثيات أول بأول على وسيلة الإنترنت، ولكن هناك يعني حالات ظهرت في حالة شغلة الإنترنت، في حالة مراعاة الأطفال. يعني الطفل ايش قد قام يجي يفتح صفحة ويسوي إنترنت ويراجع ويعلق وينشر، فهاي الظاهرة يمكن مراجعتها من حالة الأهل، مراجعة هذا الطفل يعني يظهر نوبات حالات بشعة على هذا الانترنت، وهذه الحالة لازم مراجعة الأهل ويتابعون أطفالهم لحد ما يتعدى سن المراهقة، ويعطون كافة الإمكانيات والحرية لهذا الولد. عن التواصل الاجتماعي، هل تعتبر التواصل الاجتماعي والانترنت بشكل عام أصبح وسيلة إعلام جديدة؟ نعم شيء أكيد، لأنه وسيلة أخبار ثانية يعني بعيد عن التلفاز، أو كذلك من بيجات من صفحات تقدر تستفاد منها. كذلك الأخبار تقدر يعني إذا ما تعرفها بالأخبار كذلك تنتشر يعني بصورة عامة جميع البيجات وجميع الصفحات أيا كان من فيس أو باقي البرامج، لأنه هم تساعدك على معرفة يعني الأخبار إذا ما شاهدتها بالتلفزيون كذلك تقدر تعرفها يعني بشبكات التواصل الاجتماعي. هل تعتقدين ان برامج التواصل الاجتماعي اثرت على الدراسه؟ لا اكيد طبعا، اللي ينظم وقته مستحيل حتاثر عليه. انا اعرف شو وقت استخدم النت فكلش ما اثر علي. ساعه يستغرق تواصل مع الاهل والاصدقاء على برامج التواصل الاجتماعي في اليوم؟ يعني على حسب، بس الأفضل إنه وجها لوجه، يعني مو أقضي ساعات طويلة. يعني واحد يهتم بالهدف الأساسي اللي هو الدراسة، وبعدين هذه ثانوية. أكثر برنامج نستخدمه هو الفايبر، لأن ننشر به يعني شنو شغلات اللي مهمة، شنو شغلات الأستاذ اللي يتركها واللي اللي يريدها بالامتحان لازم مثلا نقراها. والفيسبوك أنا ما أيده هسه، خاصة الطلاب يستخدمونه لأن ياخذ وقت كلش طويل وما يخلي الطالب يعني يركز بالامتحان والدراسة مالته. تعتقدين ان الانترنت والتواصل الاجتماعي بالشكل الخاص فاد بشيء يعني بحياتك اليوميه؟ أنا بالنسبة لي فادني بهواي شغلات، قدرت أخذ مصادر عن روابط وبرامج استفادت بها بالبحث مالتي هواية. يعني أشياء أخرى يعني غير شو اسمه طبخ، واحد يتعلم من عنده شغلات. التواصل الاجتماعي يعني أكثر برنامج استخدمه ما هو الإيجابيات والسلبيات من برامج التواصل الاجتماعي؟ والله هي على العموم يعني سلبيات أكثر من إيجابياتها الصراحة يعني. زين، فإذا تفتح نت لازم فيس وتانجو وفايبر ويتشات وواتساب لاين، يعني ما تلحق كل واحد في الدقيقتين يروح لك الوقت يعني. زين، من أنت تنظم للدراسة، لو ترتاح فد شوي ترجع من البيت غير ترتاح تتغدى تاكل في شيء تنام، شو وقت تنام، شو وقت تفتح نت، شو وقت تاكل، يعني شو وقت تقرا، يعني ما تلحق يعني وقتك يعني كله يعني شبه يضيع يعني للوقت. تعتقد يأثر يعني على دراستك ويأثر على الطلبة؟ طبعا يأثر، هواي يأثر، كوما يأثر طبعا. استفادتي من التواصل الاجتماعي وخصوصا يعني الفيسبوك يعني الأكثر انتشارا؟ والله يعني اكو بيه فائده، يعني مثلا اكو صفحات الطبخ كبنات احنا نتابع صفحات الطبخ وشي وتنوع الاكلات، مثلا نسوي اكلات من خارج العراق يعني ممكن نتعرف عليها. صفحات الملابس، التسوق ممكن اذا احد ما يقدر يعني يطلع او فد شيء، هسه صار التسوق سهل يعني للبيت توصل الحاجه وشي. هاي الاستفاده، من غير انه مثلا هسه يعني جو جامعه الاساتذه قاموا ينشرون المواد الداخله، السعيات، حتى مثلا ما نقدر نجي للكليه ما يحتاج انه نجي للكليه حتى نعرفها، قاموا هم ينشروها على الفيس مثلا بجروب مسوي. هاي الجروبات احنا خاصه بالجامعه، وقمنا نعرف اخبار الامتحانات وهاي الاشياء، فاكيد يعني استفاده كلش كبيره يعني. طبعا وهي حسب الاستخدام، يعني اكو هو فد شيء مفتوح بعد حسب الشخص بشنو يستخدمه، وكل شخص يستخدمه حسب مثلا عقليته او شنو اللي يستفاد من عنده. طبعا ما هو اكثر برنامج تستخدمه على التواصل الاجتماعي؟ البرامج اولا الفيسبوك، ثانيا عندك البرامج ما يحتاج نعددهن. الفايبر خاص بالاهل والاقرباء لان خاص بالرقم لا اكثر، بس الفيس اجتماعي تقدر تتواصل وياه خارج البلاد او غيره.
على طريق طلب دز طلب صداقه او فد شيء. ومن ناحيه الزحف وهاي سوالف استنتجوها ماكو هيك شيء، يعني هي اصدقاء، انت حتتعرف على اصدقاء ماشي. يستخدم اولا صور تنشر به، هواي اكو طلاب هسه تشوف الصور مالتهم ترفعها، فد شيء ضمان حفظ الصور، شيء حفظ الصور. ثانيا تواصل اكثر بين اصدقائنا. هسه انا يعني مثلا عندي اصدقاء هواي اتواصل وياهم احسن ما اصرف رصيد واخابر. الانترنت موجود. شباب بما انه انتم مرحله رابعه، ايش توصفون الكليه يعني والمراحل اللي راحت؟ وصفوا لنا اياها بكلمه. والله اوصف لك صراحه، اول ما دخلنا مرحله اولى كنا يعني خارجين من مرحله السادس، اللي يعني شيء غريب دخلنا به الجامعه، فكان يعني عقولنا صراحه غير متزنه. وهسه اكثريه المرحله الاولى تشوفها عقله غير متزن، تصرفاته ما حلوه، بس من تتقدم بالمرحله الثانيه والثالثه يصير عندك فرق كل كبير. وخاصه هسه هاي المرحله الرابعه احنا يعني تشوف شيء الكليه قياسا على الشارع، من تطلع بالشارع وعلى الكليه شيء مثقف، مجتمع مثقف هنا داخل الكليه، تتعرف على اصدقاء وتحس بهذا الشيء. من تتخرج اكثريتها من اللي يتخرج يحس بهذا الشيء، يجي للجامعه عنده اصدقاء هواي يعرفهم من المرحله الاولى او الثانيه او الثالثه اللي صاروا وياه من المرحله الثانيه وتخرج هو وبعدهم. اي ثانيا من جميع المحافظات عندنا اصدقاء، وفد شيء نضيفه يعني فرقه كلش صعبه حتصير. فرقه المرحله الرابعه اصدقائنا هاي تفارقهم شيء كلش صعب، فاحنا شايلين له هم هذا الشيء. فنسال الله كل ما يفارقنا، لو حتى نتخرج ان شاء الله نبقى اصدقاء ان شاء الله، ونبقى زملاء ونتشاوف ان شاء الله. راح نسالكم عن برامج التواصل الاجتماعي، مدى الفائده اللي استفادتي من برامج التواصل الاجتماعي وخصوصا وبشكل عام يعني الانترنت يعني؟ والله هو بمساوئ وبمحاسن. المحاسن انه تقدر تتواصل ويا الطلبه زملائك زميلاتك وخارج العراق، والمساوئ انه صارت انعزال لانه استخدموها بصوره خاطئه، صارت بها مشاكل هوايه. برايك ايش قد نسبه الحب على التواصل الاجتماعي؟ طبعا انا برايي كرايك الخاص انه نسبه الحب فاشله بالتواصل الاجتماعي، 96% فاشل، 4% احتمال نجاح. هذا برايي الخاص، لان دا اشوف علاقات فاشله بالفيس، مو بس بالفيسبوك، يعني التواصل الاجتماعي بصوره عامه. كم صفحه عندك طبعا على الفيسبوك؟ طبعا عندي يعني الفيسبوك والتليجرام والفايبر. الصفحه الفيسبوك كم صفحه؟ صفحه واحده طبعا عندي باسم ياسر كركوك. كيف نحد من صغار السن يستخدمون الفيسبوك والتواصل الاجتماعي؟ طبعا اكيد هو يكون يعني الاب له دور، وكذلك الام لها دور في الانتباه الى حركه الطفل اثناء وجوده في البيت، كذلك انتباه له عند خروجه من البيت، لان هذه البرامج قد تسبب له مشاكل الطفل او تسبب مشاكل لاهله. هذا البرنامج كثرة يعني المشاهدة له والاطلاع عليه سوف يجعل الطفل مبتعد عن دراسته، مشغول بأمور أخرى غير أمور يعني الأمور الدراسية. راح نسألك عن برامج التواصل الاجتماعي. أول سؤال راح نسألك، أي سنة بديت تستخدم الإنترنت يعني؟ أنا بديت أستخدم الإنترنت في سنة نهاية 2007. كيف نستغني عن الإعلاميين؟ مستحيل، يعني هاي فئة من المجتمع يعني مرموقة، ما ممكن الاستغناء عنها، بس هو ممكن حد عملهم، إنه ممكن صارت الأخبار تنشر على الفيس أكثر هذه، بس إنه نستغني لا مستحيل، يعني هاي فئة ما ممكن أحد يستغني عنها. أكيد الأخبار اللي على الفيس مو كلها أخبار صادقة، يعني مثل العطل، أي صفحة وهمية تنشر إنه باكر عطلة، نرتبك إحنا يكون عندنا امتحانات، هذه أكيد الإعلاميين لهم دورهم الصحيح بهذا الشيء، لأن حتكون نقلون صورة صحيحة. إلى هنا ننهي الحلقة الثانية من برنامج بصمات جامعية. كان معكم بكر الرابعة تعرفت على إنسانة يعني تكون شريكة حياة العمر كله إن شاء الله، إن شاء الله. وبهاي السنة تعرفت عليها وإن شاء الله تكون شريكة حياته. وما أنكر تعرفت للأصدقاء، أصدقائي من رمضان إلى كرار إلى كل أصدقاء بدون استثناء. يا ما زحفنا، يا ما ركضنا، يا ما تونسنا، صح كانت أيام حلوة. أصدقاء أصف لك هشام يعني كان يجينا بغير جامعة تصور. أعزائنا المشاهدين أعزائنا المشاهدين اليوم معنا برنامج مارس لازم
هيك يلا ها احمد ما دخنت. السلام عليكم، احنا برنامج بصمات جامعيه لطلبه وياكم، راح اقول وياكم ماكو سلام عليكم. اجتماعي اخذ بس السنه تعال ناكل.